السلام عليكم، ازيكم احسن اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا بقالي داخله في اسبوع اهوت ما نزلتش فيديو، بس بقى ايه، الدنيا كانت ملخبطه شويه وكان برد وجو صعب اليومين دولت اصلا. مش عارفه بقى والله، الدنيا كده اتلخبطت شويه. ربنا كده يا رب يعافينا ويدينا ويديكوا الصحه ويعدي الايام دي على خير. هي دي كده بقى احتياجات الاسبوع بالنسبه لي في الخضار والفاكهه. انا جبت ب5 جنيه خضره مشكله، كزبره على بقدونس على شبت، عشان لو فكرت ان انا اعمل محشي ولا حاجه. انا بغسلها وهغسلها معاكم واحطها في علبه وبتقعد معايا بالاسبوعين. وهنا جايبه في نص فلفل اللي هو الرومي، الاسعار كلها هنا. وجبت كمان كيلو طماطم، انا اصلا عندي فقلت هزود طماطم يعني حلوه مش وحشه. وجبت كيلو من الموز، وكمان جبت اللي هي الفاصوليا الخضرا بقى، عشان انا بقالي كتير صراحه ما عملتهاش، وحشتني قوي، بحبها جدا. والفاكهه جبت تفاح اللي هو اللبناني الاصفر ده، بيبقى مسكر قوي، احلى من الاحمر كمان لان ليه طعم. وجبت كمان رمان، اعمله بقى عصير كده معاكم بيبقى حلو جدا. وكمان جبت جزر، والمفروض يعني كنت طالبه بطاطس بس ما جاتش. دي كده احتياجات الاسبوع بتاعتي بالخضار والفاكهه. ولو احتجت ازود حاجه هزود، بس كده مبدئيا تمام كده. بس بقى انا كده، انا كنت بدأت ان انا يعني اغسل الحاجات واحطها في التلاجة مغسولة، بحيث تسهل عليا بعد كده لما اجي اسحب منها تبقى الحاجة يعني ايه جاهزة، مش كل ما اجي اخد واحدة ولا بتاع اقعد اغسلها. ممكن يعني اشطفها بعد كده، بس انه مبقاش مضطرة ان انا يعني اغسلها وكده. وديت الفاصوليا الخضرا انا هفرزها بقى، في ناس بتسلقها وترجع تحطها، يعني تحطها في مياه مغلية وبعدين تحطها في مياه ساقعة. بس يعني الصراحة انا يعني ما بفضلش الطريقة دي قوي. انا بغسلها بس كده كويس واقطعها، وبعدين بفرز بقى على حسب الكمية اللي انا يعني ايه عايزة اعملها. الحاجات الخضرا طبعا في الشتا بقى كتير، الفاصوليا الخضرا والسبانخ. انا كنت مفرزة سبانخ بس ما كنتش مصوراها، ان شاء الله في مرة هبقى اصورها معاكم. طريقة تفريزها سهلة وبتحافظ عليها وبتخلي طعمها يعني محتفظة بلونها الاخضر وقيمتها الغذائية كلها، ما بتفقدش منها حاجة. بس فغسلت هنا بقى الخضار كله مع بعضه. وفي مية الغسيل دي انا بحط فيها مية بملح، مش بحط خل. الملح اصلا من المواد المعقمة، فاحنا ما بنحطه بقى في المية كأنك بتعقمي الفاكهة بالظبط. اي خضار بتغسليه او اي فاكهة بتعمليها كأنك بتعقميها. الفلفل من الحاجات اللي اصلا يعني فيها فيتامين سي عالي، هي والجوافة. هنحاول نكتر منهم الفترة دي اصلا، لان احنا الايام ديت صعبة قوي، الناس كلها تعبانة وادوار تقيلة مش ادوار سهلة، وبيزيد مع الاطفال بطريقة يعني صعبة خالص. ربنا يعافينا كده ويعافيكم يا رب، ويعدي الايام دي كلها على خير. كده غسلت بقى كله، غسلت الطماطم والفلفل والخضرة. انا كنت جايبة كمية خضرة كبيرة، لاني ساعات ببقى محتاجاها وعندي حاجات تانية، يعني ما بطلبش بقى، مش هطلب خضرة مخصوص، بس فبجيب منها بقى كمية واحطها في علبة كده زي ما هتشوفوا معايا. هي كانت معظمها كزبرة، كان باعت بس في ربطة او 2 بقدونس وشبت، بس كلها معظمها كانت كزبرة خضراء. انا بعشق الكزبرة الخضراء دي، يعني مش عايزة اقولكم بحطها على اي حاجة عندي، بحبها جدا، حتى ممكن اكلها كده لوحدها. انا خلصت كده غسيل كله،
وغسلت برضو، بغسل برضو الموز والجزر والتفاح، كله غسلته. وبعدين هنا بقى هبدأ ان انا افرز مع كل الفاصوليا الخضراء. بنقطع بس العروق كده من فوق واقطعها. في ناس بتعملها بقى اللي هي الخضار السوتيه كده، بتسلقها، بس ما حبيتهاش الصراحه، يعني ما بحبش طعمها قوي. هي بتبقى حلوه جدا على لحمه في الصلصه كده. بس نحاول نكتر بقى من الحاجات الخضراء والخضار في اكلنا، لان هو من الحاجات المفيده جدا. كمان الاطفال من نحاول ان احنا ندخلهم بقى الحاجات الخضراء دي في وسط الاكل. حتى مثلا لو عندك كزبره، كرفس، الحاجات دي دخلها لهم في الكفته، مش هيحسوا بيها، وفي نفس الوقت هياخدوا القيمه الغذائيه بتاعتها. انا بسيب بقى الخضره تصفي خالص ميتها، علشان بس ما تطراش معايا وتبوظ بسرعه في العلبه. وبعدين ببدأ ان انا احطها بقى في العلبة زي ما انتوا شايفين كده. اي علبة مقفولة عندك تحطيها فيها هتحفظها لك. انا بعمل كده برضو مع النعناع، بيقعد معايا بالاسبوعين. بس كده زي ما انتوا شايفين. ان انا خلصت تقطيع الفاصوليا كلها، وهخزنها بقى اطباق على حسب الكمية اللي انا يعني محتاجاها. انا قسمتها على 3 اكياس، يعني دي كانت كيلو، قسمتها على 3 اكياس تكفيني على 3 مرات. ان كل واحدة بقى يعني تقسم على حسب الكمية اللي هتكفي عيلتها. فدي كمية كافية اوي بالنسبة لي في اكلة يعني. بس كده. بجد التفريزات من الحاجات اللي بتنجز قوي في الوقت معاكي. لو انتي تعبانة، ظروف جاتلك فجأة، بجد يعني هتطلعي حاجة من الفريزر وهتعمليها، مش هتاخد معاكي نص ساعة واقفة. اما كنت تعبانة وطلعت كنت عاملة كفتة وطلعتها شويتها على طول، بجد يعني فرقت معايا جدا. انا لسه بقى مش هقف وهتبل وهشوي، لا انا يعني دوبك بس عملت طبق رز اللي هو الاصفر دوت، وشويت الكفته، ولا بقى احتجت ان اقف اتبل واقطع اقشر بصل. يعني دايما خلي عندك حاجه او اتنين في الفريزر جاهزين يعني للاكل على طول، انها تتطبخ على طول. هتفرق معاكي في اي ظروف، حد طب عليكي فجأة بتاع، يعني من الحاجات اللي هتفرق معاكي برضو. وفرقت معايا كتير والله. انا برضو ما كنتش باخد في بالي قوي، ما كنتش اللي هو بركز بقى لازم يكون عندي حاجة متفرزة وبتاع، كنت عادي يعني اليوم بيوم وخلاص. بس لما جربت الصراحة لقيت لا الموضوع يعني يستحق ان احنا مثلا يوم في الاسبوع تعملي مثلا، مش لازم تعملي الشهر كله، اعملي مثلا 10 ايام ب10 ايام او اسبوع باسبوع كده في الاول كبداية. وبعدين ابدأي فرزي للشهر. انا ان شاء الله ناوية اعمل يعني افرز لقدام اكتر، لوقت اكتر، ممكن لشهر ولا حاجة. مش لازم السمك، يعني اللحمة والفراخ. السمك خليه الاسبوع باسبوع كده بيبقى فريش احسن. بس الفراخ واللحمة ان ممكن نعمل منهم اكلات كده، او كام صنف كده في الفريزر ينفع ان هو يعني نطلعه نسويه على طول. هنا انا كنت عملت بقى الرمان، وكنت هعمله عصير. المادة البيضاء اللي جوه دي بيقولوا مفيدة قوي، بس بحسها بتدي مرارة شوية، فما كترتش منها يعني. هحطه بقى هنا في الخلاط. الرمان من الحاجات المفيدة جدا. انا كان عندي بنجر بس نسيت خالص ان انا احطه بقى مع العصير، كان هيزود القيمة الغذائية بتاعته. ان شاء الله ما اجيب تاني واحط له بقى بنجر. بس من الحاجات المفيدة يعني. بس انا مش عارفة ليه دايما بيقولوا لي العصير بتاعك مسكر، يعني على طول بعمل عصير ايدك فرطة في السكر. عايزة اظبط شوية، اقلل السكر حبة، لانه مضر، وكمان هو غلا دلوقتي يعني، فنحاول نلم ايدينا شوية في الحاجات. انا عندي توتي بتحب العصاير قوي،
يعني بحاول اعمل لها بقى العصاير، اي نوع عصاير في البيت، ان هي من الحاجات اكتر الحاجات اللي هي بتفضلها يعني بتشربها كتير هي العصاير. فاي عصير، اي حاجه، اي فاكهه بقى تحاول ان انا اعملها عصير بعملها عصير. الجوافه برضو احنا مش بنحبها قوي كده ناكلها، من الحاجات برضو اللي بنحبها عصير. عشان الحاجات اللي فيها البذر دي بتعمل امساك وبتتعب القولون وكده، فاحنا بنحب يعني بضربها ونصفيها واشربها عصير كده احسن. بس هو كان طعمه والله جميل قوي. ممكن لو عندك مثلا اي حاجة بقى تزود القيمة الغذائية بتاعتها، تديها لون اكتر، بنجر، ممكن كمان عايزة تديها طعم شوية ممكن تحط لها شوية جيلي فراولة برضو هتديها لون وطعم حلو وهتحببهم فيه. برضو اللبن، لو مثلا الطفل مش عايز عندك يشرب لبن حطيله عليه نقطة فانيليا بس سايلة، بلاش اللي هي الباودر ده عشان بتدي لسعة شوية. نقطة فانيليا سايلة بتحلي الطعم. انا بقى كنت بصفيه، طلع الصراحة بذر كتير قوي، مش عارفة لو كنا كلناه كده البذر ده كله كان هيعمل ايه. فالحمد لله انا عملته عصير وصفيته، كان طعمه والله حلو جدا. بس النهارده كان يوم يعني كله تفريزات معاكم، ما حبيتش ان انا اطول الفيديو واحط وصفة اكل ولا حاجة. بس دوت كان تفريزات الاسبوع من الخضار والفاكهة. ان شاء الله هيكون في فيديو بقى لتفريزات الاسبوع من اللحوم والفراخ، بس ما اعتقدش هيكون الفيديو جاي لان انا مفرزه من الاسبوع اللي فات. ف ده كان الفيديو بتاع النهارده، وما تنسوش بقى حبايب قلبي لو مش مشتركه في القناه تشتركي ولايك للفيديو وشير، واشوفكم ان شاء الله كده في فيديوهات جديده، في روتينات جديده. ما تنسونيش من دعائكم الصالح. السلام عليكم.